واحنا بنشرب القهوة عشان نصحى ولا بنشربها عشان نقعد؟ سؤال شكله غبي شوية. بس كل يوم تقريبا بعمل قهوة، وأنا بدأت أشك إن القهوة نفسها هي الموضوع. لأن لو الموضوع كافيين بس، ليه أنا هستنى القهوة؟ حتى في الأيام اللي أنا صاحي فيها أنا تقريبا عندي طقس ثابت: أصحى أعمل قهوة أقعد. وساعات ببقى صاحي فايق ورايق كمان، ومع ذلك لازم القهوة. وهنا بدأت أفكر، هو أنا فعلا محتاج القهوة ولا أنا محتاج اللحظة اللي بتيجي معاها؟ لأن لما تبص حواليك هتلاقي إن القهوة عند ناس كتير بقت أكتر من مشروب. في قهوة الصبح، قهوة الشغل، قهوة بعد الأكل، في قهوة لازم تتشرب مع شخص معين. يعني احنا بقينا تقريبا مش بنحدد بس امتى نشرب القهوة، احنا بنحدد بيها امتى نقعد. دي اكتر حاجة شدتني في الموضوع، ان وسط اليوم اللي كله جري، شغل، مواعيد، رسايل، موبايل، القهوة بتعمل حاجة غريبة جدا. بتقولك استنى شوية، اقعد، خد نفس، حتى لو 5 دقايق. ويمكن عشان كده بحب القهوة، مش عشان هي بتفوقني، لكن علشان بتفصلني من كل اللي حواليا شوية. ودي حاجة غريبة، لأننا طول الوقت بنحاول نكسب وقت، وفي الآخر ممكن أكتر حاجة بنحتاجها هي 5 دقايق من غير ما نعمل حاجة. لو سألتني أنت بتشرب القهوة عشان تفوق؟ أكيد. بس لو سألتني أنت ليه تستني قهوتك كل يوم، أعتقد الإجابة هتكون مختلفة. يمكن عشان بعدها بعرف أقعد رايق، ويمكن كل واحد فينا عنده حاجة صغيرة بيعملها كل يوم، مش لأنه محتاجها فعلا، لكن لأنها بتديله لحظة يرجع فيها لنفسه. وبصراحة أنا مش عارف أنا بحب القهوة ولا بحب القعدة اللي بتيجي معاها، بس أعتقد إني هعمل واحدة كمان.